مساء الفل على كل الزملكاوية وكل عاشقين الزمالك. ليا بس رسالة لمجلس الإدارة. أنا هدعمك، بس مش في حالة بس إنك ما تلعبش ماتش المنافس أو النادي الأحمر، لا، إنك تصر فعلا إنك ما تلعبش الدور التاني بأكمله إلا لما النادي الأحمر يلعب مؤجلاته وبترتيب الجدول. مش يجي يقول لك طب اديني بقى ماتش حرس الحدود وما تدينيش ماتش مش عارف ايه. ودي يا اخي، طب حتى العب ماتش بيراميدز بتاع الدور الاول. ده انت ما لعبتش بيراميدز الدور الاول، يعني انت ما لعبتوش الدور الاول وجيت الدور الثاني وانت برضو ما لعبتوش. هي المساله مش اني ما اروحش الماتش ده عشان بس ايه. اصل انا شفت كده على تيك توك هتاف لجماهيرهم: انت خايفه يا بيضه. مين دي اللي تخاف؟ هي مين دي اللي بعدين انتوا بتقولوا يا بيضه على اساس انها اسقاط مثلا؟ انا اعرف الابيض ده يعني النقاء، الاحترام، الملايكه، لبس كده احرام ابيض، لون ابيض. اللي يتريقوا عليه اللون التاني. انت يعني ده حتى بيقولوا حرام الراجل يلبس شيوخ قالت كده. فانت بتيجي تتريق على الابيض؟ يا اخي اتريق على اللون اللي انت ده. انتوا حتى عندكم واحد غنى للتيشيرت بتاعكم اللي هو لابسه دلوقتي. فلما تيجي تتريق يا حبيبي، احنا ما بنخافش، احنا مش خايفين نقابلك. وكلمه اصل ده انتوا عملتوا كل المحاولات وانذارات لكل اللعيبه، وكنتوا مستنيين الماتش اللي فات اللعيبه تلعب عشان تدوا انذارات عشان يلعب على الطبطاب ويختار الماتشات اللي هو عايزها. والماتش ده انتوا اخترتوه دلوقتي مش عشان حاجه، عشان الاعلانات والتسويق والاستوديوهات التحليليه وي 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 وي. احنا ما بنخافش، احنا نادي لا مجلس اداراته السابقه والحاليه ما فيش عندنا جمهور مكسور عينه. احنا ما كانش في واحد بيشتم نادينا وبيطلع يقول ما بيعرفوش ينافسوا جوه الملعب، وبيقول عصابه، وبيقول ما تلعبوا الماتشات وخليكوا فير وي وي وي. ها، وطلعت السوشيال ميديا قابلته هناك في السويت هناك بتقول له معلش وبنعتذر. ده في واحد عندكم اسمه شريف بيعمل برنامج دلوقتي، والله كان بيطلع يقول ايوه مجلس الاداره خد هدايا وخد حاجات وخد. احنا مش بيتكسر عيننا، احنا ما حدش بيدينا، احنا ما حدش بيشتري جماهيرنا، احنا ما بنروحش ورا حد السويت بتاعه عشان نتحايل عليه صالح، ولا حد يقدر يطلع يقول لنا اصل انتوا دول عصابه ودول مش عارف ايه احنا مش مكسور عيننا عشان نخاف. احنا يا حبيبي حاطين عليك الماتش اللي فات وانت كنت بكامل نجومك. احنا ما بنخافش ومش عايزين نلعب عشان احنا خايفين منك، لا. كفايه ظلم وكفايه بقى. الموضوع زاد عن الحد وخلاص الكل طفح. انتوا بتشوفوا اعلام دلوقتي بتاعنا والاعلام الخارجي. طب بصوا المحطه اللي شغال فيها مدحت شلبي وشغال فيها ابراهيم فايق، شوفهم بيتكلموا فير ازاي وبينتقدوا اتحاد الكوره وبينتقدوا لجنه المسابقات وي 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 وي. وعندنا اعلامنا مفيش الكلام ده. اللي حلف طلاق بالثلاثه هنلعب. ولما اعلامي كبير يشتغل في قناه ويقول بيانات 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 وفي الاخر الماتش هيتلعب، هو احنا بتوع البيانات؟ ده انتوا قعدتوا سنه كامله يا راجل كان لحد البيان 100 حاجه و60. هو انتوا يعني لا اعلام ولا منظومه، ويطلع المدير التنفيذي يقول لك اصل الزمالك انتوا ده. انا يعني الخبر اللي سمعته بشطب عضويته. انت ازاي تبقى عضو نادي عندنا وداخل بتتهكم على النادي اللي انت عضو فيه؟ خليك عضو في النادي اللي انت بتدافع عنه. انت بتعمل اسقاط. الزمالك مش تيجي تعمل اسقاط. وانا بقول لمجلس الاداره مش بس الماتش ده خالص، انت الدور التاني مش هيتلعب الا لما النادي التاني يلعب مؤجلاته بالترتيب الجدول مش باختيار الماتشات. وبقول لكم ايه، احنا عايزين نهبط للدوري الدرجه الرابعه. انا بقول لكم جمهور الزمالك كلها هتدعم القرار لو ما كملناش بقيه الدور التاني كله. لكن انا ما جيش ما العبش الماتش ده واجي الماتشات اللي بعدها العب، يبقى لا. لان انا ما بخافش. لو مش هنوقف ومش هنلعب الدور التاني الا لما تتحقق المطالب، انا بدعم وواقفه وفي ظهر اي حاجه تنصر كرامه الزمالك وتنهينا بقى من الفساد. يا راجل ده انتوا المذيعين، ايش خير رمضان على تامر امين على ما انتوا بقيتوا من كتر ما حدش بيتفرج عليكم فبقيتوا بتتكلموا في ايه؟ تقول لك ايه، نعمل اسقاط على الزمالك عشان الجماهير التانيه دي هي ملهاش في الكوره. هي بتروح ورا اي حد بيعمل اسقاط
ويتهكم على الزمالك. صفحاتهم بتتكلم عن الزمالك و24 ساعه تحفيل عن الزمالك، عشان عارفه ان هو ده اللي هيجيب لهم اللايكات والشير. يا ابني انتوا من غير الزمالك الدوري ده ما حدش هيعمل فيه اعلانات. انتوا من غير الزمالك ما حدش هيتفرج على الدوري ده. انا عايزين ننزل دوري الدرجه الرابعه، ورونا مين هيتفرج على هذا الدوري. احنا ولا نفرق معانا، احنا بجد مش عايزين نلعب في منظومه بالمنظر ده. بعدين تقول احنا خايفين. يا ابني ما تكتب كده على جوجل عدد الانسحابات اللي انت انسحبتها وقمه الظلم اللي بتقول اصل احنا شعور بالاضطهاد. ده مجدي عبد الغني امبارح طالع مع مدحت شلبي بيقول له احنا مره كان معانا ماتش مع المقاولين ايام كابتن صالح، وكان في مشكله بينه وبين اللي هو حرب، قال لنا ما تروحوش الماتش، وفعلا ما رحناش الماتش. وزير الشباب والرياضه ولا المجلس الاعلى كان وقتها للشباب والرياضه عمل ايه؟ اقال اتحاد الكوره وما حسبكوش منسحبين. ده انتوا وقبلها محله وقبلها ماتشات انسحاب. الزمالك ما بيخافش من حد. ولو احنا حتى العاشر جمهور الزمالك يا ابني مش زيكم، مش فرقتنا تخسر فنروح وراهم ولعبتنا تهرب تتمرن في فرع تاني ونروح نضربهم. مش ده الزمالك، مش ده الزمالك. انتوا ما سمعتوش جوميز قال هو ده الرياضه اللي انتوا عايزينها في مصر؟ انتوا عارفين سمعه الرياضه في مصر بقت ايه؟ انتوا عارفين ايه؟ انا بالعكس انا مع المجلس، مفيش لعب الدور التاني بالكامل الا لما رئيس، انا اول مره اعرف ان رئيس لجنه المسابقات اللي بيحط لنا الجدول بيشتغل 5 مناصب. امبارح بيقولها مدحت شلبي وكابتن مجدي عبد الغني. بالمناسبه كابتن مجدي عبد الغني ده كابتن النادي ده واللي لعب في كاس العالم واللي يعتبر ابن النادي مش ابن نادي تاني وجالكم وعنده 18 و20 سنه. هو قال رئيس منطقه اسكندريه، عضو اتحاد كوره، رئيس لجنه المسابقات واللي هي اللي بيعمل الجدول، مش عارفه كمان حاجتين كمان، يعني اللي هو بيشتغل 5 حاجات. اللي هو حضرتك ما فيش غيرك؟ هو يعني هو ايه ده؟ انا سمعت انه بيقول ايه، طب انا بقى هطلع 3 ايام بقى في اسكندريه كده مزمز واعمل لكم الجدول واظبطه. ومش عارف رئيس الرابطه لا، او مين ده بيطلع يعمل اسقاط. الزمالك كبير قوي. انا نفسي تورونا. ده انا مش نفسي المجلس ما يلعبش الدور الثاني كله الا لما المطالب تتحقق. لا انا عايزاكم تصعدوا للفيفا. تصدقوا الرياضه في مصر لازم تتوقف لو بالمنظر دي بقت بطريقه فجه. يعني احنا شفنا قبل كده ظلم وحاجه بس ماتشين، لكن بالطريقه الفجه دي اعلام سياسي واعلام فني وافلام وناس من بره وناس من جوه وصفحات ايه ده؟ ايه ده؟ ما تدهنوا بقى كل حاجه حمراء في الشوارع. وانتوا عايزين انا عايز اعرف الانديه ساكته كده ازاي. انا عايز اعرف مصلحي لما لاعب ما يسلمش عليه ويتجاهله ويرجع يسامح بمكالمه تليفون. هو ايه ده؟ هو مين؟ هم فين؟ هم عندهم حصانه يا جماعه؟ ده اسطوره من اقول ايه، من ورق. دي اللي عملها اعلامهم المبادئ والقيم واصلحنا وقفشه والقاضيه. يا ابني ده طلع قفشه عمل القاضيه لما طلع مع ابراهيم فايق من انتقاد لكولر، من انتقاد للخناقات في الملعب مع لعيبه من الناس الجداد اللي جايه، من الزمالك كبير قوي. مش انت اللي تتريق ومش احنا اللي بنخاف. احنا نادي محدش كسر عينه، محدش بيشتمه. اول ما يندى حد يعمل اعلانات ويطلع الدولارات بنجري وننسى ونقول العكس. مش احنا خالص. احنا لا نباع ولا نشترى ولا بنخاف. مجلس اداره الزمالك، انا مش هتكلم في كل الحاجات اللي مش عجباني من حاجات كان المفروض ناخد فيها موقف من ايام عضو مجلس الاداره نيره، من الاخفاقات اللي في كره الصالات، من ماليش دعوه. لو انا هدعمك لو مش بس ما لعبتش الماتش ده، لا الدور التاني مش هيتلعب الا لما كل المؤجلات بتاعت النادي المدلل ده يلعبها بالكامل وبترتيب الجدول مش باختياره. ان شاء الله تصعدها للفيفا. احنا كده لكن هتقولي الماتش ده ونرجع نلعب عادي تاني؟ اسفه، انا وراك طول ما كرامه الزمالك هتفضل 100 صانه. الزمالك يا حبايبي مش بتخافش وما فيش حاجه اسمها يا بيضه. الابيض لون يشرف مش لون تاني. حبايبي الزملكاويه ان شاء الله احنا ضد اي ظلم واي فساد، وحسبنا الله ونعم الوكيل ويمهل ولا يهمل. اللي حلف بالطلاق بقى يشوف هيعمل ايه.
واللي قال اصله هيتلعب يشوف هيعمل ايه، يعمل تقسيمه كده مع اصحابه وبتاع ويروح يلعبوا. الزمالك هو اللي فوق الكل.